الفيديو ده من اهم الفيديوهات في القناه ان لم يكن اهمها، وانا الحقيقه اتعمدت انزله متاخر عقبال ما تكون وصلت من حاله الملل والزهق من الاجازه اللي انت موجود فيها دلوقتي. الحقيقه كمان لازم تفهم ان الفيديو ده كل كلمه فيه هي هتوفر عليك وقت ومجهود وفلوس، فارجوك ما تضيعش من ايدك اي قيمه من القيمه اللي انا هقدمها لك النهارده. وبينا نبدا يا باشا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاك زياد السيد واتمنى ليك مشاهده ممتعه. قبل ما نبدا الكلام على الاجازه لازم اتكلم معاك كلمه صغيره خالص على النتيجه، بما انها خلاص هتظهر قبل يومين وان الازهر خلاص ظهر. اولا احب ابارك لكل طلبه الازهر لانكم بجد بجد ابطال، ومبروك ان السنه دي خلصت بحلوها وبمرها، وانا فخور بيك ايا كانت مجموعك او ايا كانت كليتك، وصدقني ان ربنا كاتبه ليك احسن حاجه، يا رب دايما من نجاح لنجاح. اما بقى بالنسبه للطلبه العام فصدقني طول ما نتيجتك لسه ما طلعتش لسه في فرصه انك تدعي دعوه واحده والدعوه دي تستجاب وتتعدل في مجموعك اخر السنه. صدقني معظم اللي جابوا مجموع نتيجتهم طلعت في الوقت اللي هم اصلا كانوا بيدعوا فيه، يعني هم كانوا عارفين النتيجه هتظهر مثلا في اليوم المحدد في الساعه المحدده، فكانوا بيدعوا حتى في الساعه المحدده دي، وكان نتيجتهم حد شافها لهم مثلا، فهم لما طلعت عرفوها وهم بيدعوا يقولوا يا رب اجيب مجموع. افتكر ان طالما النتيجه ما طلعتش لسه في فرصه انك تدعي دعوه واحده وتستجاب وتعدي المجموعه. تعالى بقى نبدا في الكلام المهم، واللي انا عايز اقول لك بصراحه ايا كانت إيه الكليه اللي انت هتدخلها او ايا كانت الكليه اللي انت فيها، لو انت طالب جامعي دلوقتي فصدقني ان الكليه دي جزء من رحله كبيره لسه في حياتك، سواء بقى كانت الكليه دي هي اللي فعلا انت كنت عايزها وعجباك او حتى كان عكس ذلك تماما. انا عايز اقول لك ان الكلام ده مهم جدا جدا ليك. ده الكلام ده في حاله انك عايز مثلا تبقى بعد 5 سنين من دلوقتي باذن الله شخص ناجح. اما بقى بالنسبه لو انت عايز تبقى شخص عادي خالص فما اعتقدش ان الفيديو ده مناسب ليك خالص. تعالى نط معايا كده وتخيل معايا انك اتخرجت من الكليه يا عم اللي انت نفسك فيها واللي انت بتحبها، وعشان بس اظبط لك احسن سيناريو انت متوقعه لحياتك، بدات ساعتها رحله البحث عن عمل. وبما انك شخص طموح فبتحاول تلاقي مكان محترم وحلو انك تشتغل فيه فعلا، ومكان يعني يكون صح، وبعد تعب معافرة لو لقيت مثلا مستشفى او شركة ايا كان مجالك انك تشتغل فيه، قمت تدخل حضرتك على الاتش ار عشان يعمل معاك انترفيو، فساعتها تزعك اول سؤال وراح قايل لك توك اباوت يور سيلف. بيني وبينك كده السؤال ده معناه ان قول لنا ايه اللي هيخلينا نعينك وما نعينش ال 500 واحد اللي مقدمين على نفس الوظيفه غيرك. حضرتك بدات تتكلم وتقول له بسم الله الرحمن الرحيم، قال لك لو سمحت ان انجلش بليز. هنا بقى هتلاقي فيه 3 احتمالات. ايه الاحتمال الاول منهم؟ هي انك تتكلم انجلش بصعوبه لانك اصلا كنت جايب درجه حلوه جدا في الانجليش، ومن ساعتها بعد ثالثه ثانوي قلت خلاص انا الحمد لله كده دخلت كليه انا عايزها، وجايب درجه حلوه في الانجليش، او مش جايبها خلاص دخلت كليه انا عايزها، فخلاص بقى مش هبدا ادور بالانجليزي بتاعي انا كده كده جامد. او حتى الاحتمال التاني انك تبدا برضو تتكلم انجليش بصعوبه، ولكن لانك كنت ساعتها محبط لانك ما دخلتش الكليه اللي نفسك فيها، فقررت انك ما تشتغلش على نفسك لانك حاسس انك خلاص الفشل تمكن منك في الحياه. والاحتمال التالت بقى واللي انا نفسي فعلا انك توصل له هو انك لا ده انت رديت بسهوله جدا لانك كنت اصلا اشتغلت على نفسك في اجازه ثالثه ثانوي، لانك كنت عارف انك داخل على مرحله مهمه جدا في حياتك. ساعتها انت بدات تطور الانجليزي واحده واحده، لانك عارف ان حتى لو انت مقفل الانجليزي في اخر سنه فانت برضو لما بتيجي تسمع اي حاجه انجليزي، اي برنامج مثلا اخباري انجليزي، بتلاقي نفسك مش فاهم حاجه مع انك مقفل الانجليزي. واجهت نفسك وقلت انا لازم فعلا اطور نفسي في الانجليزي لحد ما اوصل لدرجه الاجانب. ساعتها هتبقى معلم قوي لو انت رحت قايل له لا ده انا كمان متعلم الدروس الفلانيه من الكتب الفلانيه، فتبين له انك شخص بتقرا وعارف وفاهم. لو انت يا عم مكسل وما بتحبش تقرا خالص فانا عامل لك قناه دكتور زي كتب، هسيب لك اللينك بتاعها في الديسكربشن تحت، خش شوفها وهتلاقي فيها شرح الكتب اللي انت عايزها، بس لسه يعني منزل لسه في البدايه. اما بقى بالنسبه لو انك عايز تفهمه بقى وتجيب اخره خالص، قول له انك اشتغلت شغلات قبل كده في فتره الجامعه او في الفتره بتاعه الاجازه في ثالثه ثانوي عشان تقدر تاخد خبره وتقدر تتعامل مع الناس كويس. وهنا من الطبيعي والبديهي جدا انك تسالني وتقول لي طيب الكلام حلو جدا، طب انا ازاي ابدا في كل الكلام اللي انت قلته ده؟ انا بقى هقول لك اللي انت تعمله بالظبط، وعايزك تمسك ورقه وقلم معايا كده وتكتب الكلام اللي انا هقول لك عليه ده، لان صدقني والله لو انت اكتفيت انك سمعته بس مش هتنفذ منه اي حاجه. اكتبه في ورقه وتاكد انك تعمل الحاجات دي، لان والله دي خلاصه خبره. اول حاجه عايزك تعملها هي انك تحفظ قران. صدقني لو انت حفظت قران فحياتك هتختلف راسا على عقب، وانت بنفسك جرب. وصدقني انا مش بقول لك احفظ كميه، احفظ كل يوم نص صفحه. نص صفحه ممكن تخلص القران في 4 سنين، اللي هو بالمناسبه فتره يعني مش كبير قوي، عادي. في ناس خلصت في 10 و20، وناس والله اعرف ناس بدات قران من 52 سنه. تاني حاجه تعملها انك تحط في دماغك انك لو الانجليزي بتاعك مش كويس لدرجه كافيه انك بتفهم كويس جدا الناس اللي بتتكلم انجليزي بطلاقه
وانك بتقدر تتكلم انجليزي بطلاقه، فساعتها انت لسه محتاج تشتغل نفسك في الانجليزي، ولازم تطور من نفسك خلال بدايه من الاجازه وبدايه من النهارده كمان. وهنا تقول لي طب ابدا برنامج ايه؟ اقول لك احسن حاجه تبدا بيها من وجهه نظري، انا بحب النظام جدا، انا بحب النظام جدا وبحب حد يكون مسيستم لي النظام اللي انا همشي عليه. فانا شايف احسن حد عمل الفكره دي هو ذا امريكان انجلش او طليق لسه ما خلصش، ذا امريكان انجلش خلص فتقدر تعتمد عليه كامل. بالاضافه لكده عايزك تبدا تشوف انت بتحب تعمل ايه. مثلا تحب تسمع فيديوهات على اليوتيوب، اسمع فيديوهات على اليوتيوب بالانجليزي. تحب تسمع افلام، اسمع افلام بالانجليزي. خلي حاجه تسمعها انجليزي بيور كده بتاخدها من الاجانب لزق كده خلاص، فاهم؟ صدقني اول يوم مش هتفهم حاجه، تاني يوم مش هتفهم حاجه، تالت يوم مش هتفهم حاجه، اول شهر مش هتفهم حاجه، هتيجي على تاني شهر تالت شهر انت خلاص بدات تجمع 50% من الكلام. على نهايه السنه هتلاقي نفسك مثلا 80 90%، صدقني من الاجانب على طول كده. فما ينفعش نكون بنتكلم على المستقبل وازاي نتطور ونحسن وما نبداش بالانجليزي. تالت حاجه عايزك تعملها تشترك في قناه الكتب، وانت شخصيا عايزك تبدا تقرا كتب حتى برضو ولو صفحه كل يوم. بس انا عايزك تزرع العادات في اجازه ثالثه ثانوي، عشان بعد كده لما تدخل الجامعه انت العادات موجوده اصلا. وهنا اقول لك اشترك في قناتي واشترك كمان في قناه دوبامين كافيين، لان دول شرح كتب، انت بتشرح الفايده بتاعه الكتاب، مش زي اي حد تاني بيلخص الكتاب او حتى بيعمل مراجعه للكتاب ويقول لك ده حلو ولا وحش. لا، دي شرح كتب. او ممكن انت تبدا تسمع شرح كتب بس من غير ما تقرا كتب، ولكن تيجي بعد كده تاخد كورسات، فبحيث انك تكون ماسك سكتين. لو انت بقى برنس خالص فعايزك تقرا كتب وتسمع شرح كتب وتسمع كورسات، انت معاك اليوم كله فاضي، فانا عارف انا بتكلم في ايه الكلام ده. لو انت برنس وعايز توصل انك تبقى بعد سنه واحده في حته ثانيه حرفيا من اللي انت فيها دلوقتي. اما بقى بالنسبه للنصيحه الرابعه، فعايزك انك تبدا تشتغل اي حاجه قدامك، اي حاجه قدامك. انزل اتدرب في صيدليه، انزل اشتغل سيلز، انزل اشتغل، وبالذات السيلز دي يعني اكتر حاجه بتدي خبره في التعامل مع الناس. اشتغل في سوبر ماركت، اشتغل في اي حاجه قدامك. الكلام ده مش بس في اجازه ثالثه ثانوي، لو عايز تكمل برضه فتره الجامعه وهتقدر توازن ما بين الدراسه والشغل مفيش اي مشاكل. ولو انت مش حابب الشغل وده عادي جدا ما فيهوش اي مشاكل، يعني لو انت مش حابب تشتغل فانصحك جدا انك تقدم في اي مؤسسه تطوعيه، مثلا جمعيه رساله، صناع الحياه، اي حاجه من الحاجات دي هتديك نفس المهارات اللي هيديها لك الشغل، هي الالتزام وانك تقدر تتواصل مع الناس. كده نقدر نقول وداعا ثانويه 2024، وانتهت القصه ان شاء الله بسلام وبفرحه جميله جدا. اشوفك ايها الطالب الجامعي بقى في قناه الكتب عشان نطور من نفسنا، وباذن الله نبقى احسن نسخه من نفسنا.